تمام يا ليلى، قالت لي تمام. حملت حالي وطلعت. انا قاعد هون الساعه شي 3 بالليل. دقت لي الو. وقفت لي، انا شفتها بدق لي 3 بالليل. قلت لي يا حبيبي شو صاير هلا؟ قالت لي نايم؟ قلت لها لا. قال طارق تعال خدني من هون. قلت لها ليش؟ قال هذا البيت ما ارتحت له. في حدا؟ قلت له شو ما ارتحت له؟ قال فيه حدا. قلت له شلون فيه حدا البيت؟ اقسم بالله قال في حدا بالبيت. قال أنا في بخاف. وحش. قال في وحش عم بيجي علي. قال كل ما غمض عيوني في وحش عم بيهجم علي. قلت له يا بنت الحلال شو وحش عم بيهجم عليكي؟ بيت طبيعي. بعدين انا نمت، انت قلت لي نامي فما في شيء. ايه قلت لها ما في شيء بالبيت. انت بتخيلي خلص نامي. وبعدين انا هون عند لحالي. ثاني يوم اجت إيه؟ قالت لي هذا البيت ما عاد ارجع عليه انا. انا عملت كوشماخ. شو يعني؟ عملت قلق؟ كابوس. كابوس. كوبستي؟ قلت لك كابست، قلت لك هذا الشيء كابست ولا لا؟ انا قلت لك كابست ثاني يوم، صح ولا انا لا؟ بالبيت احنا بكوبس، ببيتي بكوبس. انا هذيك البيت كوبست. ما فيه شيء البيت. بيت مخيف. قسم بالله ما فيه شيء. ايه بعدين انا قالوا لي لهون. جيت لهون وقلعتنا نحن على البيت الثاني. انت بتروح على بيتك بس مسكين. رامي اللي ابتلى. المشكلة رامي اللي ابتلى بهداك البيت. هلا كل يوم بياكلوا شي وحشه. والله ما في شيء، قصة عم يقعد هنيك والله ما في شيء، ونومه ظريفة وكله تمام. والله ما فيه شيء البيت. لا فيه حدا. لك شو فيه حدا؟ فيه حدا. شلون يعني؟ انا لما احساسي بيقول لي شيء بيكون صح. يعني شلون فيه حدا؟ يعني بحس في حدا انه بس بيكون شفاف. تفضل. لا بيضحكوا علي. تعرف شو عملت لما كنت نايمه؟ ولعت كل الاضويه اللي ببيت. طلع شوي من الكاميرا بس. دودي عم تدعي عليها. يا شباب دعوات القاف غير مستجابين. يعني هي انشهرت بدود القاع، فدعوات القاع غير مستجابين. يعني ما يعني أولى ومو أولى مثل قلتوا. استوعبتوا علي؟ يعني ما بيمشي الحال. فقالوا لها لا تحاول. دودي شفتوا سبحان الله، رب العالمين ما بيحرق شجرة غير ليعرف شو في جواتها. فرب العالمين العيشة اللي عم بعيشها إياها بتستاهلها. بتستاهلها 100%. بتستاهلها. ليش؟ مو عن عبث. رب العالمين لما يخلي إنسان يفوت باضطرابات ويفوت بقصص ماله فيها ويصارع بالحياة، أحيانا بتكون لحكمة، بس هي مو عن عبث. هي الإنسانة بالذات مو عن عبث. وهي الإنسانة لو بده يصير معاها ملايين ما حتنبسط بحياتها، لأنها خبيثة وكذابة وبنت حرام وما بتتمنى الخير لغيرها. يعني شغلتين ما بصير تتمسخر فيهم. الموت لو بيكون عدوي أهله بيموتوا بقول له الله يرحمه، ما فيني أشمت بهذا الموضوع. والمرض هذا الموضوع ما فيه لعبة. يعني أنا مثلا اليوم متخانق مع ليلى وواصل بيناتها الشيطان الرجيم. ليلى مريضة بدي أجي لا إن شاء الله تكوني بخير، لأنه مو بإيدها المرض، عند رب العالمين مرضت، مو الموضوع خارج عن إرادتها. فهي طالما عم تدعي فرب العالمين موصل لدرجة من يعني من الخباثة بحياتها، هي مستحيل تطلع منها. صدقوني مو عن عبث الصيد طلع عليها. فالله يغمقها أكتر وأكتر. يلا تعالي برنامج. وصلوا أساسا لا كأرقام ولا كبطيخ. وصلوا كشخصية لصرماية هاي البني آدمة. ووصلوا ل 1% من نظافة قلب هاي الإنسانة. ووصلوا ل 1% من الرقي والنظافة تبعيتها. بعدين احكوا عليها لكل البرنامج بشكل عام. يعني أي حدا بيحكي عليها للبنت. استوعبتوا؟ وصلوا ل 1%. بعدها ابقوا ناقشوا. يعني شو بدها تناقش إنسانة انشهرت أساساً هديك بهي الكلمة؟ شو بدنا نناقشها يعني؟ إذا يوم بتحط الحجاب ويوم بتقيم ويوم بتطلع مباري لابسة حجاب عم ترقص عم يزتوا لها مصاري. يعني مخلية ابنها يلي هو ابنها ماسك دولار ماسك 2000 وعم يزت لها. لا يعني شو متخيلين من هيك إنسانة قذرة ووسخة؟ شو متخيلين يعني؟
والله ستر انه بنت، يعني الله ستر انه بنت، لانه لو بني ادم عم بيحكي هذا الكلام كان في تصرف تاني. لو اي حدا غيرها كان استغل موضوعه بمراحل. فخلص اسكتوا، يعني اسكتوا وانضبوا، لانه يلي عم تفكروا تساووه انتوا ويلي بدكم توصلوا له نحن مالين منه. والله مالين منه، قسم بعزة جلالة الله مالين منه. والله لا شوفت حال ولا اي شيء، بس مالين منه وبحالنا ومبعدين عن الكل وما عم نقرب صوب حدا وعم نعمل قصص عفوية وطبيعية. لا عم نطلع بسيارات ولا عم نصور لكم فيديوهات عم نروح على ماركات. قاعدين ما عم نطلع من البيت، بنطلع من البيت بنصور، نرجع على البيت، هي بتفتح لايف، انا بفتح، بكل رقي وبكاميرا موبايل. لا عم نصور بكاميرا، خلص حلوا عنا واطلعوا من راسنا. لو لما لاقي انسان عن جد راس بيطلع، بس بيطلع راس 1% معي، ابقى بصير فكر اتحدى، او بصير فكر نافس. لو بلاقي واحد بس هون موجود باوروبا يطلع راس معي 1% بس، ابقى افكر اني اتحداه واني ناقشه واني فوت معاه بتحدي. بس والله مو شايف حدا فيكم، اقسم بعزة جلالة الله ولا شايف حدا فيكم، وحياة المصحف، من اكبر واحد فيكم لاصغر، ولا شايف ولا قاري اساسا، يعني حتى قرايه ما عم بقراكم. فخلص يعني اللعبه اللي عم تلعبوها وسخه. اوكي، القصه بلشت بدودي ورح تطرش وشكم قريبا، عارفين حالكم مين. بعدوا عن طريقي. ايه نشوف التعليقات كلام يوتيوب. لا حدا يقول لي لا تجمع، اي مشهور الكلام عم بحس حاله تضايق من الكلام فانا عم بشملك. اي واحد فيكم بيشملوا الكلام فانا عم بشملك، عرفت؟ كلام تقول ليلى الأمورة. شفت هذا الواقع، لانه هذا ليلى كتير كيوت. شوفوا هي الانسانه غابت سنه كامله، غابت بساعاتها وثوانيها وايامها وشهورها واسابيعها، وما حدا نسيها. رب العالمين لما خلى العالم ما تنساها، مو لانه ليلى عامله شيء جدا كبير بالسوشيال ميديا. لا ما عملت شيء ليلى بالسوشيال ميديا. انا ما عملت شيء، ما عملت اي شيء، ولكن زرع محبه العالم لها. والله العظيم، مع انه ما عملت ولا استغلت اساسا الموضوع. حدا غيرها ما بدنا نحكي يعني المسلسلات اللي عم تصير والقصص اللي عم تصير ما بدنا نحكي له. حدا غيرها كان كل يوم حط حاله بالمشفى، كل يوم كنتوا شفتوني حامله لهالبنت ورايح فيها على المشفى وعم تصور. شوف ترى عم نروح على المشفى بس ما عم نصور. ترى كل يومين ما بدي احكي هذا الموضوع. كذا مره رحنا على المشفى وراحت عند الدكتور وساوت وما صورنا. لا ما بصير صور، لانه هذا الشيء بيكون صحتي انا. في يوم وجع. في يوم على السناب شات ما صورنا فيه اطلاقا. قادر كنت والله حطه بالمشفى وليك وليلى والله يكون معاها. شوفوا ان شاء الله ترجع لنا بالسلامه. واستغل واعمل. ما بنشبهكم ولا ب1%، ولا بتشبهونا، ولا عم تحسنوا اساسا تنافسوا له. خلاص لك تعرف السنه اللي انا خبت فيها، والله هذا الشيء لسه ما بعرف انا مين هذا الشخص. طارق اقسم بالله العظيم انا ما بكذب، بيوصل لي رسائل، بس من وين؟ من بريد. يعني في ناس بيعرف عنوان بيتك. ايوه، وبس اخر شو بيكتبوا؟ مجهول. اوكي، بيكتبوا والله العظيم ليلى بتمنى تكوني بخير، بس عم نستناكي كل دقيقه وكل ثانيه على التيك توك. بلاكي التيك توك مع، وبس ارجع على سويسرا رح افرجيك الرسائل، لانه مكتوب صوريه ونشريه ستوري. هي هلا مو معي، بعرف قصدي. انا بدي اعرف مين هذا الشخص، لانه مو مره ولا مرتين ولا ثالثه ولا اربعه. يعني انا رجعت من المشفى، امي عم تقلي وصل لك هذا الشيء، عم بفتح وصرت انا اخاف، والله بخاف. قلت هذا مين؟ طارق ما بيعرف عنواني. ما بعرف. لا لك انا المشكله ما بيعرف كنيتي، حتى كنيه ما بتعرف. لما غابت قعدنا انا ووائل مره، قسم بالله قلت له هي البنت شو بدي اوصل لها؟ لك بس بدي اعرف شو صاير معاها. يعني لا بعرف بسويسرا وين مكانها، ولا وين ساكنه، ولا اسم منطقتها، لك ولا عنوان بيتها، لك ولا بعرف رقم اختها ولا امها، لك ولا حدا بيقربها، لك ولا يعني بدي اروح على سويسرا شو وين بدي اروح؟ بدي مدينه اروح عليها وصير اساله مثلا
في فلانه كذا من بيت كذا، بتعرفوا شكلها بس وين ساكنه، ما بعرف وين بدي اروح على سويسرا. انا لما وصلتني الرساله والله العظيم يا طارق كتير خفت، بس بنفس الوقت كتير انبسطت لما شفت، بكيت. كنت عم ببكي فخبيت الرساله. بعد يومين انا بالمستشفى، امي بتجي لعندي جابت لي مكتوب بكتابه خير، بيكتب لي انه ليلى والله ما في اطيب من قلبك، اذا انت ما رجعتي التيك توك كله رح امسحها بموبايلي. والله ترى انا عم بحكي ما عم بحكي مشان ما اصلا ما بصير احلف. اوكي ما بصير احلف اصلا. اوكي انا كمان مكتوب تحتها مجهول. مين هذا المجهول؟ انا لهلا صار لي شهرين رجعت، صح؟ شهرين تقريبا ما بعرف مين هذا الشخص، وكمان وصلني ورود مع ورود. بس مين هذا الشخص؟ جاك في واحد كاتب هذا انا. اي كل اللي بيكتبوا انا وانا، بس كيف يعرفوا عنوانك؟ ما عدا هذا حدا ساكنين بمنطقتك هنين، بدي يعرفوا انت وين ساكنه وعم يبعثوا لك. كيف بدي اعرف عنوان بيتك؟ ما بعرف. بعد ساكن بس تعرف انه بمنطقتك. كثير انبسطت، يعني بيقولوا ارجعي السوشيال ميديا، ليه رجعي، انت عندك مستقبل كبير على السوشيال ميديا، انت بنت تستاهل تكون على السوشيال. والله العظيم هيك بيكتبوا لي. ما عدا الرسائل الخاصه، هي شيء هي 10,000 رسائل، والله العظيم 5,000 رسائل اصلا ما فيني اقراها قد ما رسائل كتار. انت اللي عم تقلي شو عم تشرب، والله ريد بول. بس احيانا مثلا بكون شخص مشتهي عليه بحب الريد بول، هلا قاعد بالتخت بيكون بده ريد بول، ما عنده بالبيت ريد بول. ليلى مشتهي عليه بس ما عم يشرب جنب ليلى. مو ما بده ريد بول انه ما معه مصاري، بده ريد عطشان له بيكون لهيك بحب. بس هلا خليتوني اطلعها لانه خفت تفكروا شيء ثاني عم بشرب حتى عم طلع حالي، والله ريد بول. هذا انا عم بكتب هذا انا لك يا مجهول. مين انت؟ مين بيكون طارق؟ هذا انت؟ اعترف والله اذا انت اعترف. انه انا بعت لك الرسائل؟ لا والله ما بعرف عنوانك. رح يصير حب مثل هذا خرم الماضي. لا ما بعرف انا، عشان بعرف وين انت بسويسرا. اي ما حدا بيعرف. شلون بدي ابعت لك؟ كنت اجيت لتحت البيت. هذا كنيمه بتعرف. بنا اولا او لا او لا عين او بالانجليزي انا قصدي. ايه صح. ما كاتبتيها انت جدبه؟ لا بلا صراحه تعرف انت الوحيده اللي عندك هذا الشيء والله. انت اختي واخوي، يعني بس حتى السناب المشهور انت فيها واميره فيها وما بعرف كم شخصين تانيين. بس هلا سؤال تجاوبي بصراحه كل صراحه. اوكي شو فيدك؟ اوكي هلا منيح اكون هيك ولا لا؟ شلون يعني ما بتعامل مع حدا خيرك انت؟ منيح ما تعامل مع حدا غيري؟ لا يعني بقول هذا الشيء منيح ولا لا؟ يعني ما بعرف اعمل. لا لازم يكون عندك رفقات. طب انا ما فيني هذا الشيء. يعني في شغلات مثلا انت كبنت ما فيك تحكيهم غير لبنت مثلا. لازم يكون عندك رفقات، مو بس انا، يعني لازم يكون في عندك رفقات، تطلعي تفوتي تروحي تجي. لازم. طب ما الحياة اساس الحياة. انا اول مرة رح اورجيكم شخصيتي الجدية. يعني اساس الحياة بهي الدنيا العلاقات مع العالم. يعني انا تصوري صح. مو انه عم لك روح تعرفي والله على شباب وساوي واعملي. لازم يكون عندك رفقات بنات. لازم يكون في عندك رفقات بنات. بنات يعني تصوري انا لو كل حياتي بس بنات، ما عندي رفيق شاب مثلا، في شغلات انت اليوم ما فيك تحكيها لامك مثال، ما فيك تحكيها لاختك مثلا. طب انا ما عندي. لازم تحكيها لرفيقتك لتساعدك. استوعبتي؟ طب والله ما عندي رفقات. فلازم يكون عندك رفيقه قريبه منك مقربه تحكي لها تطلعي معها شو اسمه ما اصلا ما بعرف اعمل علاقات. يعني شلون بدي اقول لك انا من النوع اللي بسلم عليك بعدين ما يعني شلون بدي اقول لك ما شفتني شلون انا شوي يعني ناشفه. ما بصير هيك صح؟ لازم اتخيل. هو صح ومو صح. يعني أنا حلو يكون في عندك رفقات. انا بخاف من العالم. بس بنفس الوقت كل ما يكتروا العالم بحياتك او الرفقه بحياتك فانت بصير عندك مشاكل اكثر. ليش؟ لانه بصير تسمعي مشكله رفيقتك ورفيقتك بتصير انت عم بيجيكي مشاكل من برات حياتك لحياتك ما انت ما خصك فيها. يعني انا هلا بس بدي اطلع انا على البيت. اذا انا طالع على البيت وصارت معي قصه واجوا عالم شلحوني مصاريه اي مثال، اي وانا خبرتك، انت حتتضايق صح؟ صح.
معناتها انت اجتك مشكله خير مشكلتي. غير مشاكلك، خير. اجتك مشكله من برا اثرت عليكي. صح. مشكله انت بغنى عنها انك تتضايقي، يعني ما لازم تتضايقي منطقيا. صح. بس لانك بتعزيني تضايقتي. صح. ولما يصير عندك رفقات لانك انت بتعزيهم حيصير معهم مشاكل فحتفوت على حياتك. يعني هي ما حلو يكون عندك كتير اصدقاء عشان ما تجيك كتير مشاكل، بس بنفس الوقت ما لازم تكوني لحالك. اوكي، اذا عندي خوف من العلاقات انت لا تثقي بالعالم، لا تثقي فيهم، ولكن يعني الجنة بدون ناس ما بتنداس. تصوري لو انت بالجنة لحالك. استوعبت علي؟ يعني هلا لو انا باخدك على فيلا كبيرة وقصر فيها مسبح وفيها كل شيء بتتمنيه بس لحالك، مملة. بده يضيق خلقك. صح. اما بجيب لك رفيقتك المقربة البيست، والدتك، اختك، اخوكي، فهمتي؟ بتتونسي. فلازم الواحد ما لازم ينعزل وما لازم يثق باي حدا كمان بنفس الوقت. هذا الموضوع لما انا اشتغل فيها نشتغل. صح ولا لا؟ يعني جد عم بحكي، لانه في رفقات احيانا بفوت على حياتك مصلحه بيكونوا لا غايه ما. استوعبتي؟ اوكي. يعني انا اليوم لما اكون معروف، ما رح اقول مشهور، يعني معروف، لا انت مشهور، معروف نوعا ما، مشهور. فلما يجي حدا على حياتي اول ما يتعرف علي الشخص انا اول شيء بقول هذا جاي يتعرف علي مصلحه. انت مع بتعرف؟ انه اول شغله رح تيجي ببالي انه هذا جاي على حياتي مصلحه. صح. ولكن هو الانسان ما جاي مصلحه، يمكن يكون جاي لانه عن جد بيحبني. بس انا مخي رح يصير يرسم لي هذا جاي مصلحه، بده يعني مشان اعمل له اعلان لمحله بعد فتره، بتصير بتجيك افكار هيك انت. فهي اضرار الشهره، حتى ما فيك تثقي بحدا، ما فيك تامني لحدا، لانه انت ما بتعرف هذا الشخص ليش عم يفوت حياتك. فبتحكي معاهم انت بس ما بتثقي فيهم. يعني بالنهاية بهي الحياة ما حدا بيفيدك أو حدا بيخاف على مصلحتك قد أهلك، والدتك، والدك، أختك، أخوك. صح. أحيانا حتى الأخوات، أنا أخواتي بيبيعوا أحيانا. مثال، حتى الأخوات بيتغيروا بس الأم والأب لا. مستحيل أنا أصدق بهي الحياة إنه في أم ما بتحب ابنها. بتصير مشاكل بيناتهم بس يعني الأم والأب، الأب هو الوحيد اللي بيتمنى إنه يكون ابنه أحسن منه فقط، والأم الوحيدة اللي بتتمنى إنه بنتها تكون أحسن منها. أما أجي أنا أكذب عليك بقول لك أنا والله بتمنى تكون أنت أنجح مني وأحسن مني، كذب. مصلحتي قبل مصلحتي أنا بعدين مصلحتك. استوعبت علي؟ هيك طبيعة الإنسان بهي الحياة. أوكي. يعني هلا أنا بدي أنجح وبدي إياك تنجحي معي، بس أنا ما أنجح وأنت بس تنجحي، كذب. يلي بيقول لك هيك يكون كذاب. مستحيل، ما في غير أبوكي وأمك بس فقط لا غير، وأخواتك بس. حتى أحيانا في إخوات بيكونوا غير. بس أنا الحمد لله ربي رزقني بإخوات، أقسم بالله. لك إيه، الإخوات دائما مناح، يمكن 10% بس بيتغيروا على إخواتهم بعدين. ولكن الأب أنا عندي قاعدة بهي الحياة، الأب الوحيد يلي بيتمنى ابنه يكون أحسن منه فقط. لا تقول لي رفيق، لا تقول لي أخ. حتى الأخ ما بيتمنى يكون أخوه أحسن منه. معقول. بيقول أنا اللي بدي يكون بالعيلة رقم 1 وبدي ساعد أخي، بس مو أخي يكون أحسن مني. ما في حدا بيتمنى يكون حدا أحسن منه. غير أنت بكرة بس تتجوزي ويجيكي بنت أو يجيكي ولد، بتصير تحسي إنه أنا بدي ابني يروح ينجح بالحياة وبدي بنتي تكون أحسن مني. أما حدا تاني يكون أحسن، هلا أنت بتتمنى حدا يكون أحسن منك؟ إنه بتمنى أمنيتي؟ لا إنه أنت هلا هيك قاعدة وعندك رفقات، دائما بتتمني تكون الأحسن فيهم. أكون ناجحة بحياتي. طبيعي هذا الموضوع. صح. تتمني تكون رفيقتك أحسن منك؟ خليها تنجح بحياتها. تنجح بحياتها، بس أنا بحب كون الأحسن. أكيد. يعني بس بنتك أكيد. بكرة بتتمنيها تكون أحسن مني لأنه بنتك. بس والله كمان في إنه يعني أخوات هيك. أخوات في عم لك 90% مناح، 10% يمكن يصيروا مو مناح مع الوقت. أنا إنه عندي أخوات أقسم بالله العظيم، أخواتي شباب، وفي واحد أكبر مني وفي واحد أصغر مني، يعني أنا اللي بالنص، عرفت؟ أقسم بالله مدللني دلال. يعني شلون بدي أقول لك يا طارق، أقسم بالله تعرف إنه أنا شلون؟ إنه شلون أنت دايما يعني بتقولوا لي إنه أنت قلبك أبيض، أنت منيحة، قلبك أبيض. لسه أخوي كبير
مثل ليلى بس عشر مرات. عرفت؟ لانه قلبه لسه اكتر ابيض. نحن كلنا بعيلة هيك باصن. عم بيقولوا حكيك جواهر. لك شو بتقول بدي اتعلم معك دودي؟ مشان الله لو مشان الله خلص. يعني الموضوع مقرف والله، مقرف. خلاص البنت باينه شو بدها وشو غايتها وشو القصص بدها تساويها. خلاص الله يوفقها وشيلونا يعني شيلونا منها لو خلاص شيلوا الله يوفقها وخلاص. يعني خلاص يمل والله يمل. يعني اخذت اكبر من حجمها خلاص. يعني باينه غايتها بتتخانق على معطاري ترفع مشاهدات ليفوتوا 20,000 واحد على البث، كل واحد يزت له ورده تطلع على $100 $200. خلص الموضوع خلاص. يعني حفظنا خلاص. كنا نطلع عالم نحن خلاص. يعني أنا مالي متأكد إنه كل الآباء بيحبوا أولادهم. مالي متأكد من هذا الموضوع. يعني بكل حالة في استثناء، لكل حالة بالحياة في استثناء إجباري. ممكن من بين كل 1000 أب وولد تلاقي واحد بس ما بيحب ابنه. مثال يعني ما في شيء بالحياة 100% دائما. ما في هيك شيء، مو موجود هيك شيء أساسا. يعني اليوم اللايف كتير هادي. ليه كل مرة نعيط ونحكي وتضحكني؟ ليش ما بتضحكني؟ إيش بدي أحكي؟ قلت لك ضحكني ما تقرفني. ما بدي أحكي. شباب كل واحد وردة. شو بحركة واحدة مضحكة وردة. طيب اوكي. أنا عايز أفهم ليه بتضحك أنت؟ هي الحركة شو ليش بتضحكي؟ وردة. طريقة ايدك حركة بس. لا زدت ورد، لا زدت ورد. لا يلي صار زدت ورد. مرة كنا قاعدين فاتحين جولة. أنا صرت أقول للعالم شباب كل واحد يزت وردة، بس وردة واحدة. هي فارطة ضحك. قلت لها ليش؟ قال والله عم بتضحك. بس أنتوا لا تزتوا وردة يعدمني إياكم بتسدوا. هو كان بيعمل بس وردة واحدة بس وردة. لا طريقة وردة شباب وردة. قسم لا أول مرة لما عملت يعني كتير ضحكني. جد عم بحكي بس لما عفاي بيطلع هاي أول بيضحكني. وردة شباب. عم زتوا ورد. لا تزتوا. خلي زتوا ورد شباب. عم بزح. بدي حتى يضحكنا. بدي أضحك لو ما ضحكت اليوم. ما ضحكت. بدي أضحك شوي قبل ما أرجع على سويسرا. أنا لازم أروح على البيت. أوكي ضحكني قبل ما تروح. ضحكي قبل تروحي. رجع ظهرك شوي ورا. أوكي. مد رجلك شوي. لا شو؟ ما بدي. بدك تعمل قلقل. شو بدي اسوي؟ اشرحي له العالم شو هي اللي بسوي لك اياها انا؟ قولي لهم قلي قال قرقرة. قال انا بعمل لها قلي. تفضل. لا تعمل قلي. قر ديميون قر. اوكي انقر اوكي راح تفتح لايف ليلة بسويسرا ولا رح تنسانا؟ حتنسانا. شي؟ اوه خليني اخذ الاوبر. انا خليك فاتحة اوصل على البيت. بدك تفتح من عندك؟ بطلع معك جيست. اوكي. قبل ما تروح جيست انا بعدين بشرح لهم. شو اشرح لهم؟ ايش بدك تشرحي لهم؟ طب لا تحكي المان. ايش هذا؟ لا هذا ليش عم تقول اوبر بيشتغل؟ انا عندي اوبر ما بيشتغل. لا ما بيشتغل عندي انا. ما بدي احكي اخطاي. هاي مو مسافرة هلا، بكره بعد بكره 8 دقايق بده العادي. ليش بدي احكي كلمه. ليش تستعمل هاي الاصبعه؟ شلون يعني هيك؟ لا لما كبست انت استعملت هاي الحركه مثل امي. هاي الاصبعه. شو ليش هاي الاصبع؟ اصبع مو اصبع. هذا الاصبع. هاي الاصبع. هذا الاصبع. في فرق. هاي الاصبع مذكر. لازم اقول هاد. طاوله. هي طاوله مؤنث. طيب شلون تعرف مؤنث ولا مذكر؟ تعرف انه هاي بنت ولا شاب؟
قلت لك؟ انا اللي مسميهم، فكرتيني. اي ما بقى اي بقى. الشباك، شو الشباك؟ الشباك بنت. مسكر. برندا بنت. يعني عليك. التلفزيون. شب. موبايل. بنت. موبايل بنت. شب. كرسي. مذكر. مخدة مؤنث. صحيح، شلون نحن بنعرف المذكر والمؤنث؟ شلون نحن بنعرف؟ بكره رح ادب خرادي شنطاي معك. صحيح، شلون نحن بنعرفهم؟ لانه هي لغتك يا خبي. مخدة من الطاولة المربوطة. ايه طاقة مربوطة. ماليش ما طاولة مخدة. إيه؟ انا حافظه عن يعني ما نفكر كثير فيها انا وصغير يعني هي لغتك من هذا الشيء. بس انت لو تعرفي بالالماني هدول كيف؟ كيف؟ قولي على اخته، ما نصيحة تتعلميهم لانه حيجعك راسك ويفلع راسك. مثل فرنسي بظن. شو بالفرنسي؟ يعني هن بألمانيا عندهم الموبايل لا مذكر ولا مؤنث. كيف؟ بتكون مو جاي لك لا مو جاي شو؟ لا لو التليفون مو جاي كيف مو مذاكر مؤنث؟ هلا قبل ما اطلع. لا خوز لي فلور. عندنا محايد، يعني عندهم اياه محايد. الديا مذكر، دي مؤنث، داس بين البينين. بيني وبينك نصر لي شهرين هون ما بعرف. المهم اللي هي بيني وبينك لغتكم ما فات بقلبي. صعبة الألماني. مو انه صعبة، انه رنتها احلى شيء الفرنسي ما حلوة. الفرنسي لما بحكي فيها انه سي رومانتيك، يعني رومانسي، يعني فيها هيك، عرفت؟ رومانسي. عرفت لما انا لما بحكي مع حبيبي او بحكي مع جوزي، يعني لما بحكي معه فرنسي كتير هيك حلو، بيطلع كتير حلو مني، عرفت ولا لا؟ بس لما بحكي عربي ما بيطلع مني حلوة. فهمت علي ولا لا؟ فهمت عليك. اللغة بتكون كتير رومانسية، ولما بحكي فرنسي انه ما بيفتح تمك كتير، هي بتكون تمك مسكرة. يعني تخيل مرتك بتحكي فرنسي. خليني البس البوط. بدي احكي خطاي وانسى هي جوا روح اعتمي فيكي ضوي. رح اقول لبيزار انه انت بتغني حلبي. ما هي غنتها حلبي. بدي احكي خطاي ما خنت بيسال. اذا انت خنيتي حلبي خبرينا. انت بتعرف انه بيسام بتحبك؟ قول والله. قسما بالله بتحبك كثير. والله مرة اجتمعت فيها قالت لي من بين كل اللي طلعت معاهم انا اللي بحبها ليلى. اقسم بالله هيك قالت لي. يا هي بتعرفني انا بخجل طارق. بتحبك عن جد؟ بتحبك ترى انا بخجل. اوكي احكي لها طيوبه وبحسها مدري شو. اوكي احكي لها انه ليلى بتحبك كمان، واحكي لها انه طارق لما بيغني خنيتك بخنيها حلبي. لك هي بتغنيها حلبي. هي غنتها مرة حلبي، يعني هي بالمزح. شو انا بتمسخر عليها؟ بالعكس بعزها البنت. ايه بعرف، بس انت بتعملها مشان جاكارة. انت جاكارة فيني بتحكي حلبي. مو احسن من غنية اميرة انفجار دمار بعمل بوم يا ستار. بكره هن بيتمسخروا على خنيتي كمان. اي بس والله اميرة حبابة. لا كتير طيوبة. انا حبيتها. ترى تعرف انا وياها بيني وبينها في من زمان اضافة والله عن مني ومنها. بس بعدين لما جيت لهون بتشيكن هاوس تعرفنا على بعض وهيك، يعني قلت لله يعني من قبل بشوفها كتير حلوه. قومي جيبي لي على السريع الشنطايه على السريع. احكي حلبي. لك جيبي الشنطايه لعادي. لك يلا دي قومي. احكي لي انجليزي. رح يوصل تبع الاوبر. يلا طبي لي الشنطايه احتري شاحني فيها. بدك الاسود؟ لا بس الشنطايه هي تبعيتي اللي حاط فيها اغراضي. وينها؟ افتح يا سمسم افتح. يلا روح. انا بعرف شو متحمسه انه تفتح جيس من عندك. يلا جيبي الكنزه على السريع. شباب ركزوا معي كتير. لك الكنزه. لك مو هي الكنزه. لك الكنزه الزرقاء. اوكي. تعالنا نصور اخر صوره على سناب. على اخر صوره؟ يا اخر صوره رح يكون لنا. شباب ركزوا معي. هلا
رايح على البيت هو. رح صور اخر صورة انا وليلى على سناب واعمل لها تاج. يلي بدي اياه منكم تفوتوا على السناب لعندي، تشوفوا اخر صورة منزلها انا، وتعملوا لها فولو لليلى عشان توصل 50,000 وعشان يتوثق السناب تبعها. قد ايه بقى لك؟ 10 لا 8,000. ايه. اوكي هلا ما بدي اياهم يشوفوا الصور عشان يروحوا يشوفوها على السناب. تخيل تعالي نصور اخر صورة قبل ما اروح على سويسرا اوصل. لا تحكي كيف بدي تصور الصورة. تعال عشان يفرجك. لا ما بدي اياهم يشوفوها كيف، عشان يروحوا على سناب يشوفوها. اوكي طيب تعالي. اوكي تعالوا على سناب عن طارق. وقفي هيك هيك بس انت هون. لا من بعيد اكثر. يلا بقى 3 دقايق. يلا اخر واحدة. لا ما حلوه. كلام انت لهون. طيب انت كثير كبير. لا ما حلوه. خلص هي لا ما حلوه. هي لا ما حلوه. والله هي الصورة ما حلوه. هي يا جماعة الخير. الصورة ما حلوه. شباب خليكم باللايف. انا رح اروح هلا على بيتي واطلع جيست مع ليلى، بس اوصل على انت موبايلك بده شحن. جيب هلا المحرمه الكركر المحارم أوكي. وصير الشاحن. اوكي بس اجيب لانه انت طويل، هي هنيك بعيده. اوكي لبين ما انت توصل انا بظبط هون شاحن وكل شيء. يلا زت. سكي. شباب فوتوا على السناب لعندي، اكتبوا طارق في المانيا. المشرفين اكتبوا اسم طارق، سناب تبعه بليز. كمان انستغرام تبعي كمان. ثانك يو. اوكي لبين ما انت تروح وتجي انا بكون خلصت تروح تجي. هي تروح على واحد بيتك. هاد ولا هاد ما؟ ايه شباب ترى هديك ما حدا بيعرفها. فوتوا على خيرك السناب أنت. فوتوا على السناب اكتبوا طارق في المانيا، شوفوا اخر صوره عملت لها تاج لليلى، ضيفوها عشان توصل 50,000 ويتوثق حسابها. إذا وثقت حسابي الله يوثق حياتك. اوكي تم نزلت. اوكي بروح انا ما بدي اودعك، بدي اضل باللايف. نزلت يا رجال. روحوا على السناب شات شو تكتبوا؟ طارق في المانيا، بيطلع لكم حسابي موثق. اخر ستوري عملت تاج لليلى، ضيفوها وصلوها 50,000 ضروري. شفتها مستحيل شفتوا ولا حاتوا، مستحيل. واحذروا لما تشوفوا الستوريات تبعي وتبع ليلى لا تعملوا لهم تخطي. شوفوا كل شيء. شوفوا تفاصيل. شوفوهم كلهم مشان يصير السناب شات يعرض الستوريات بالاكسبلور. الله يوثق حياتي؟ ايه شلون يعني الله يوثق حياتي؟ يعني اذا وثق حياتك، اذا وثقت حسابي بصير حياتك توثق فيها كلها. شو يعني امشي؟ يعني امشي بالشارع محطوط هون نجمه صفراء؟ يا تخيل. لك فوت بالموبايل. حتصور الوداع؟ حنصور الوداع. لوين رايحة؟ رايحة ارجع على سويسرا. ما راح اخطئ. يا فاتت هاي الخنية براسي. سكري الباب. ايه بسكرها بس بعد شوي، لانه ما بدي اقوم اخليكم لحالكم. يا صار لي زمان ما حكيت معكم، اقسم بالله مشتقت لكم كثير والله العظيم، جد عم بحكي. يعني هيك هذا الشعور. تعرفوا ايمتى رح تنبسطوا؟ اخبرك هلا اكثر شيء رح تنبسطوا تزعلوا لما ارجع على سويسرا وافتح لايف بهداك الخرفه. ذكرتوها؟ صار لكم سنه كامله ما لقيت الخرفه، صح ولا لا؟ سنه كامله. مش رح يكون مش شعوري يا الله. الباب يا حبي والله رح اسكر، بس ما بدي اخليكم لحالكم، يعني هي هون بس بدي اسكرها هلا. يا تذكروا هذيك الخرفه يا الله. اكثر شيء انا اللي بذكر فيها تعرفوا شو هي؟ لما كنت سلطانه سليمان يا الله. وين هذا طول لك؟ الو
عمهلك احكي. طيب السؤال ليش انا هيك بحكي؟ لما عم بحكي الرن كأنه الرشاشة، كأنه بونك 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 ماشي، كأنه ايه يلي هي. ما راح اخطاي وصاي الباب ايه لأنك مميزة. احط هاي البوسة هون، خليها هون ثواني البوسة عشان ما تهرب. فيها مي. هاي البوسة خذوا. سدت عليكم مي انا. قولي تعرفوا هيك انا شو مشكلتي بهذه الحياة؟ راح اخبركم شو مشكلتي. لا شو الاصفر، ما بحب الاصفر. راح اجيب هاي. انا راح اشكي لكم همي، اوكي؟ انا لحالي بالبيت مرتاحة، ما حدا. انا راح اقول لكم شيء، نسيت شو كنت بدي احكي. ليش انا هيك؟ مبروك على شنو مبروك؟ ولا منحبك. شوف هاي بوسه مني لكم. على رجلي اوب، لا هيك اوب يلا. سكري الباب، كل التعليقات سكري الباب. خايفين علي؟ يا الله الباب مين بده؟ يا الله بدي اروح افتح الباب. سكر الباب. كيوت ليلوش والله اشتقتولي ولا؟ كنت بدي اقول لكم، تعرفوا هي الحاله اللي اجتني قبل شوي؟ هي الحاله شلون بدي اقول لكم، يعني بتجيني كل يومين هيك شيء بيجيني، بس انه يعني بحس على حالي، يعني بعرف شو عم بيصير معي قبل ما يصير معي، بعرف. فمن هذا الشيء انه ما بتلبك، عرفتوا؟ فاللي بعمله شو بتشطح وببرك وما بعمل شيء. ف 5 دقايق هلا لما بيصير عندي عيوني كلها سودا دقيقة واحدة، عرفتوا؟ بعدين بس 5 دقايق بضل متشطحة، بعدين ببلش حياتي عادية. كم فرق عمر بيناتنا؟ بس 6. متى رح اسكر؟ ما رح اسكر ليكون هو وصل عم يستنى. تعرفوا جاي عبالي اعمل شاي واكل معاكم. الباب يخرب بيتكم، سرعتوني من الباب. اغفل انا هنا. سكرت الباب، قفلته. يلا انا مليت اوصل على البيت. يلا هلا بقول ليش شوفوا شو هلا هو بينه وبين حاله، هو بالاوب وبخ شو عم. ليش انا طياره اطير هيك بشوفه، اقسم بالله هيك بتخيله والله العظيم. اطير هيك شكله والله العظيم. يلا ما فيها مي. لك كان في موضوع بدي احكي فيها بس ما بعرف شو كانت. يا الله على هذا المخ. يا الله. لا اصلا ما خليت
ريد بول يعني بالبيت لحتى اشربها، يعني كلها شربتها واخدتها، يعني ما في ماكو. ايش قد عمرك؟ انتو عمري. هذا بنات اعطيكم تكنيك، اذا حدا سألك قد ايه عمرك، ما انتو بتعرفوا بنات نحن ما بنحب نحكي عمرنا. هلا شوفوا، انا قبل لما كان عمري 15 1/5 كنت بقول انا 20، عرفتوا؟ كنت بكبر بحالي كتير. لما صرت 20 لما صرت 20 صرت افكر انه يا الله شلون كنت بقول انا 20 وكنت كيف. فعندي تكنيك لكم بنات، اذا سالوكم قد ايه عمرك، تعي لهون، طلعي هيك، هي نظره هيك، ابتسامه خفيفه، ويبينوا هيك اسنانك الحلوين البيض يلي تغسليهم كل يوم، ويلي ريحتهم نضاف، ويلي بتستعملي تعقيم على تعقيم. اوكي، طلعي هيك فيو هيك، انت عمري. اوكي، هون بيصير بينسى السؤال، يعني في حدا بيروح 2 3 بيروحوا على المقابلة، بعرف اللي هيك بيكتبوا عمري رايحين على المقابلة، بعرفكم انا. عبالكم اهم شي هاي النظرة، طلعي فيه وتقولي انه انت عمري. لما تقولي انت عمري بينسى السؤال كله، وبينسى قد ايه عمرك. ان شاء الله عمرك تكون 40 بيشوفك بنت عمرها 30. لكن احكي فرنسي، اذا حكيت فرنسي ما حدا عندي بيحكي فرنسي، بيحكوا لا والله ليش اكسب، انا عندي بيحكوا فرنسي. لك يوم من فوق عم يجيني رسائل، الناس عم يضيفوني على السناب، يعني معقول اوصل ل50,000 قبل ما اوصل على سويسرا؟ تخيلوا بس. مرحت متى رح ترجعي؟ يومين، ضل يومين، لا بكره، بعد بكره. احكي فرنسي؟ لا ما فيني. تعال هون. ارجع على سويسرا، عندي الشغل، تعرفوا شو هي شغل مفاجأة رح يكون الي لإلكم. المفاجأة كتير انا متحمسة فيها، بس يا الله انه كنت لازم اشتري شيء، اذا ما لقيته هون بألمانيا محتاجة لشيء انا مشان يكفي، يعني يكمل الهدية اللي انا عم بعملها، عرفتوا؟ لا بس ارجع على سويسرا بفرجيكم شو عم بعمل، رح تنبسطوا كتير 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 والله العظيم، انتوا اكتر ناس رح تنبسطوا فيها. هي شغلة كتير 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 منيحة رح اعملها. لك هذا شو صار فيه يا الله، بيعرف لحالي انا عم بمل على اللايف وما بحكي. يا الله شو هذا عادي؟ شو ايمت رح ترجعي على المانيا؟ انا بعد بكره مسافره على سويسرا، وبعد شي ما بعرف والله، يعني قريبا رح ارجع على المانيا ان شاء الله باذن رب العالمين، حسب الدكتور شو بقرر بصراحه، يعني بيني وبينكم اكون صريحه معكم، عرفتوا؟ يا الله صاير خلط، يو انا عم بكمل وما حدا قال لي انه انت خلطانه يا ليلى. يو شوفوا، يو هلا لازم افكها.
بابا جاب لي بالون، يا عيني يا عيني